شكل. واضح. قبل ما نواصل معك سي الحبيب خضر، نحب نستدعاك شويه اخر بطبيعه. عندنا لعبه قاعدوا يلعبوا فيها المواطنين تو اسمها ديلك ملك. نستقبلوا جعفر القاسمي، سماح الدشراوي. في برنامجكم ديلك ملك. الليله معنا متباريه جديده في ديلك ملك، متباريه جاتنا خصيصا باش تتبارى في ديلك ملك. تحيه كبيره برشا الامل كباس. امل كباس متباريه معنا اليوم، مرحبا بك. يعيشك وبيك، ميرسي. صافا صافا تخي بيان. خير شويه؟ من شكون؟ مستعده؟ وي. امل كباس، لو كان تعرف الساده المشاهدين علاش اسمك امل وعلاش اسمك كباس؟ بون اسمي امل على خاطر ديما متفائله ملي انا صغيره وبكل امل مالغري تو. كنت في الابتدائي ديما الاولى، في السكوندير ديما الاولى، خديت الماتريز ديما الاولى والحمد لله 15 سنه نعدي في الكابيس ديما ندوب الاولى. تحيه كبيره برشا للمتباريه تاع اليوم امل كاباس. امل كاباس، علاش نعطوك معناتها بالكاباس؟ علاش تو سامبلومون على خاطر الكابيس تشبه لي. تشبه لي الكابيس على خاطر انا صعيبه برشا. بون مش مع الناس الكل. حاجه اخرى زاده، الكابيس انا خديته بعد 15 مره، والحاجه الاخرى انه حتى حد ما خذيني كيما الكابيس. اذا نرحبوا مجددا بامل كاباس. امل كاباس، تعرف قانون اللعبه؟ امل كاباس. باش نبداو بفتح الصنادق. شنو الصندوق الاولاني اللي باش تقرر فتحه امل كاباس الليله في ديلك ملك؟ بون انا عندي نهار اكسبسيونيل، هو النهار اللي تولدت فيه، لو 27 جانفي، دونك حاجه ريماركابل بالنسبه ليا. دونك هذيك علاش باش نحل الصندوق رقم 11. دونك امل كاباس تقرر باش تفتح صندوق رقم 11. امل كاباس مثبته باش تفتح الصندوق رقم 11 نهائيا والى الابد، باش نتخلصوا نهائيا والى الابد بعد ما نفتح الصندوق رقم 11 على ترسيم. نو سي سالم. سي با جراف امل، حطيت كل شيء الا الترتيب. سي با جراف امل، الدنيا فيها الاكحل والابيض، فيها الباهي والخايب، فيها النحله والبوزلزل. سي با جراف امل، انت بالله علاش تبكي؟ سامحني. علاش تبكي؟ على الترسيم؟ يا اخي انت تخدم؟ نو باش تزمر به الترسيم؟ قلت بالكش يا سي سالم، ما تعرفش عليها. امل نمشيو للصندوق الموالي، مازال برشا صنادق. اوكي الصندوق الموالي. بون انا عشت نهار اكسبسيونيل زاده، غير لي مسار حياتي وخذيت فيه برشا قرارات، وكان نهار مهم برشا. نهار وتيت بنت خالتي كانت لو 5 جويي، دونك نختار صندوق رقم 9. الصندوق رقم 9 5 جويي، صندوق رقم 9. اذا شويه موجات ايجابيه باش نفتحوا الصندوق رقم 9. الناس الكل شويه موجات ايجابيه، دوما شويه ايجابيه. صندوق رقم 9 امل، بعد ما نفتح الصندوق رقم 9 امل باش تتخلى نهائيا والى الابد على راجل يهني. مبروك مبروك، خليتي ميرسي والى الابد على راجل يهني. فرحانه يعيشك، فرحانه برشا. الحمد لله وما حاجه نتهنى منها فرد مره. فرحانه تخليت على راجل يهني؟ ويد فرحانه برشا. تعرفش علاش؟ على خاطر انا عرفت شخص كانت قصه حب عنيفه. قال لي نحبك نهار اللي خديت المتخيز، وقال لي جاي خطبني نهار اللي نجحت في الكابيس في الكري. مشيت نعدي في اللورال، حددنا موعد الزواج، وقت اللي دوبلت قطع. اذا خير امل مازال عندك برشا امل باش تربح الجائزه الكبرى اللي هي موطن شغل. ركز امل. انا وي يبرر الصراحه. ايش قال لك؟
امل البنكاج يقترح عليك راحة البال. راحة البال وحدها واحد نجم نكلمه. الو عسلامة سي البنكاج، شنو احوالك؟ صافا؟ ش عندك جديد؟ لاباس؟ قهوة شنو؟ اي سي اوكي ميرسي. وقتي 7:30 غد. لا امل ابرص، امل ابرص، برافو، تحيه كبيره برشا الامل. قررت امل نرفض سيلوار تاني، نرفض. سيلوار تاني ترفض، امل ترفض، راحة البال، تحيه كبيره برشا الامل. امل مسار عندك برشا امل في السناب. شنو الصندوق الموالي تختاروا امل؟ صندوق الموالي زاد عندي نهار ريماركابل كان ماسيري وحاسم في حياتي. نتذكر وقتها طحت في فوسي في الفيضانات، وهeureusement après 3 jours انقذوني. شنو هو الصندوق اللي تدفعوا امل؟ c'était le 22 ديسمبر دونك نحل صندوق رقم 8. الصندوق رقم 8 شويه موجات ايجابيه. امل باش تفتح الصندوق رقم 8. بعد ما نفتح الصندوق رقم 8 سيدتي سادتي امل باش تتخلى نهائيا والى الابد على الدفء العالي. فرحانه امل؟ فرحانه تريد الدفء العالي؟ ديجا مش موجود هو. مش موجود من غير شهريه، من غير موطن شغل. مش موجود دونك سي با غراف. وصلنا للحظه الحاسمه امل. وي تهضروا زوز سنادق. وي مسك براس وي او موطن شغل. مسك براس او موطن شغل. وي ركز مليح. وي تحبش تبدل صندوق؟ نبدل. ايه بدل صندوق ولا؟ بون انا باش نتبع الجمهور حسن ورايهم مهم، ومش باش نغير الصندوق. دونك ماكش باش تغير الصندوق. نفتحوا الصندوق رقم 17، الصندوق الاخراني شويه موجات ايجابيه. لو كان يطلع في الصندوق هذايا مساك براس تفوز بالجائزه الكبرى اللي هي موطن شغل. لو كان يطلع غادي مساك براس ليونيك رفعت. اذا بعد ما نفتحوا الصندوق هذايا امل باش تتخلى نهائيا والى الابد على مساك براس. مساك براس. مبروك امل، مبروك إذا الأمل المشاهد اللي قاعد يشاهد فينا رويكا اربح نصف موطن شغل. هو زاد باش يطلع اسمه على الشاشة. مبروك. لو كانت حابة تتصلوا فينا على الرقم 8000 بطال. حللنا للتأكيد فقط موطن شغل. مبروك موطن شغل. حقيقة وليس بخيال. تفضل معايا امل. شكرا. جعفر القاسمي، سماح الدشراوي.